السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم متابعينا في قناة سعودي 360. الأهلي والهلال في دور الأربعة من البطولة العربية. أمر كان متوقع وكان منتظر. الهلال متوقعين أنه بالراحة كان حيروح لدور الأربعة بعد مباراة الذهاب اللي فاز فيها الهلال 3-0، فأمر كان منتظر. صعب جدا أنه فريق الاتحاد يقدر يرجع يفوز على الهلال 4-0. ممكن ينتصر، لكن 4-0 أعتقد في هذه النسخة من الهلال أمر مستحيل. بينما الأهلي كنا متوقعين أنه يعقد الوصل المباراة للأهلي وصعبها للأهلي، وفعلا هذا الأمر اللي شفناه. ولكن الأهلي في ملعبه كان قادر أنه يحسم هذه المسألة ويصعد لدور الأربعة اللي راح يكون في صدام سعودي خليجي أو عربي قوي جدا بين الهلال والأهلي، وراح نستمتع في مباراتين ذهاب وإياب. بدءا لما نتكلم على زوران اللي عرف يستغل هذا اللقاء اللي هو تقريبا شبه متأهل بنسبة 90%. شفنا أشرك عدد كبير من اللعيبة اللي ما بياخذوا فرصة أنهم يلعبوا في الدوري بسبب أنه الهلال عنده إمكانيات وقدرات كبيرة من اللعيبة. لما تتكلم في كل مركز تقريبا عنده 2 لعيبة في هذا المركز، وتقريبا خاصة وسط الملعب لما تتكلم فيه تخمة كبيرة من لعيبة الهلال اللي إمكانياتهم بعضهم متقاربة بصراحة، وهذا شيء واضح. بدءا لما نتكلم بالمعيوف اللي بصراحة قدم مباراة كبيرة جدا، عنده ردة فعل جيدة، الحارس كان جاهز يقول اني انا موجود. واضح انه الحارس بيشتغل على نفسه، مش هو الحارس الاساسي، خاصة لما نتكلم في الدوري موجود الحبسي، ولكن واضح انه الحارس بيشتغل على نفسه. حتى لما نشوف من ناحية الوزن واضح انه خسر وزن كثير مقارنة بالموسم الماضي، هذا شيء جيد. لما تيجي تشوف جحفلي، تيجي تشوف كادش، تشوف الدوسري، تشوف الخيبري، تشوف سوريانو، تشوف باهبري، انت تتكلم على تقريبا 6 أو 7 لعيبة بيشاركوا لأول مرة مع بعض في مباراة في دور 8 تأهلك على دور الأربعة. شيء جيد من المدرب. ما راح أتكلم كثير في بعض التفاصيل. شفنا فريق الهلال دخل المباراة كان متحفظ تقريبا في ملعبه. المدرب كان يفكر في حاجة واحدة بس، انه يبغى الوقت يمر بدون ما يتلقى هدف، يبغى الامور تمشي، الوقت يمر عشان يصير الخصم يستعجل، يلعب كورة سريعة، يلعب بدون تركيز، يخرجوا من طورهم تقريبا لعيبة الاتحاد. هذا الشيء اللي كان يبحث عنه زوران مدرب الهلال، هدوء تام. شفنا الهلال واقف في ملعبه مقفل ملعبه، حاول انه يعمل تكتل في المنطقة في الثلث الاخير من ملعبه ونجح في هذا الشيء. الهلال خرج بدون مشاكل، بدون إصابات، بدون جهد. شفنا عدد كبير من اللعيبة حطهم تقريبا، حتى في بعضهم ولا راحوا معاه تقريبا على المباراة، فأعطى اللعيبة اللي مش أساسية يلعبوا هذه المباراة. تقريبا زي ما ذكرت إنه خرج بدون مشاكل كثير من هذه المباراة، غير إنه جرب عدد كبير من اللعيبة، غير إنه لعب في ملعب بصراحة يعني أقل ما يقال إنه أرضيته سيئة، ما تناسب فريق كبير بحجم الاتحاد مثلا اسكندري، ولا تناسب إنه تلعب في هذه البطولة. ولكن الهلال جرب ولعب في هذه، لعب على هذا الملعب. ممكن ترى يصادفك يوم في البطولة الآسيوية تلعب مع فريق إيراني أو شيء في أجواء سيئة بنفس الوضع اللي احنا شفناه. حتى اللعيبة اللي جربهم المدرب ممكن يحتاج لأي لاعب فيهم في يوم من الأيام. فشيء جيد إنه الهلال قدر إنه يعمل هذا الشيء ويجرب هذا العدد الكبير من اللعيبة. مرور مهم للهلال، وصل إلى دور الأربعة. الحلم يقترب للهلال ويقترب للأهلي إنهم تقريبا يوصلوا أو يحصدوا هذا اللقب في الموسم كأول بطولة تقريبا يحصدها الفريقين، لأنه خلاص وصلنا لآخر مراحل في الربع الأخير من البطولة العربية. لما نتكلم على الأهلي اللي انتصر وعرف انه يستغل الظروف السيئة في دفاع الوصل، وعرف انه يوصل لمبتغاه، انه يحسم اللقاء في اخر ثواني المباراة، حتى لو راحت المباراة لتعادل 1-1، ولكن كان الامر خطير 1-1 لاخر الدقائق. لو سجل الوصل هدف كانت كارثة بالنسبة للأهلي، وكان قادر الوصل يسجل ولكن ما كان في حالة جيدة. لما نشوف الأهلي في هذه المباراة دخل 4-1. فوساتي بيحاول يحط أفكار قد ما يقدر، بيحاول يغير، بيحاول يعمل توازن في وسط الملعب في خط الدفاع، ولكن للآن ما في أي جدول. الأهلي في هجوم بيشتغل، فريق مفصول تماما، خط دفاع لحال، خط وسط لحال، الهجوم لحال. الهجوم بيشتغل، بتوصل الكورة، كم كبير من الفرص الأهلي بيضيع. من الشوط الأول كان ممكن الأهلي يحسم المباراة وينهي كل هذه المشاكل اللي هو فيها، لأنه في فرص بتضيع برعونة أو بتفوق حارس الوصل أو تأخر في اللمسة الأخيرة، لاعب ما يمرر أو ما إلى آخره.
ولكن لما نشوف دفاع الاهلي، بصراحه دفاع الاهلي دفاع سيء، دفاع سيء، اقل كلمه نقولها انه دفاع الاهلي سيء. قلنا هذه الكلمه كثير. هذا الموسم دفاع الاهلي سيء من مباراه لمباراه، ما بشوف اي تحسن. هنا ما نقدر نلوم المدرب كثير لانه جاء على هذا الوضع والدفاع سيء، وانت تتكلم على الثلث الاخير من الدوري، كلها المباريات تقريبا مباريات مهمه، مباريات حاسمه. انت في الدوري تبغى مركز عشان البطوله الاسيويه، البطوله العربيه عندك، البطوله عشان البطوله الاسيويه الموسم القادم، وانت في البطوله العربيه بتلعب في مراحل حساسه جدا، مباريات كؤوس، والان وصلت الى دور الاربعه، غير البطوله الاسيويه اللي حتبدا قريبا. فمشكله جدا. الاهلي محتاج مدافع بحجم داكوستا، محتاج مدافع بحجم مدافع النصر، اللي يقدر يشيل الفريق ويضبط الفريق ويقدر يعدل كل المشاكل ويعطي ثقة للفريق ويخلي الأمور تكون هادية. بهذا الحجم زي داكوستا أنت تحتاج مدافع بهذا الحجم يقدر يحل لك كل هذه المشاكل اللي عندك. في بعض الأوقات أنت تحتاج مدافع قائد، مو شرط يكون مستوى عالي، ممكن تجيب مدافع إمكانياته 60% 65%، ولكن يكون بصفاته وطبعه قائد، يقدر يوجه، يعرف يوقف في الملعب، يعرف يتمركز، ينتشلك من هذه المشاكل اللي عندك. مش موجود هذا المدافع الآن في الأهلي. المفروض إيش اللي يصير؟ وسط الملعب يشيل الفرقة، يشيل خط الدفاع، يشيل الهجوم. ولكن اللي أنا بشوفه هجوم الأهلي هو اللي قاعد يشيل كل المباريات مع العويس، لا وسط ولا دفاع الأهلي نقدر نتكلم عنه بصراحة. حتى لما نشوف الآن فوساتي قاعد يعتمد على نيكولاي كلاعب طرف، إن كان يمين أو يسار، أنا الفكرة هذه مش معاها تماما. وتحط تقريبا الجانيني في العمق اللي هو لاعب 10، أنا مش مع الفكرة. الجانيني مهاجم راس حربة، عنده إمكانيات، عنده قدرات، ولكن هو مهاجم. اللاعب هذا إذا ظل الأهلي يستثمره بهذه الطريقة، يلعبه كلاعب 10، راح يستنزف هذا اللاعب وينتهي قبل يوم. ممكن نجي الموسم القادم أو اللي بعده نبدأ نقول نفس الكلام اللي بينقال على السومة، اللاعب انتهى. الكلام اللي بيقولوه على السومة الآن ممكن حنقول نفس الشيء، لأنه اللاعب بيقدم مجهود كبير جدا وهو مش محتاج انه يعمل هذا الشيء، لانه هو راس حربة، المفروض هو يتمركز وتوصل الكرة فبالتالي يسجل. فكل هذه الافكار محتاج المدرب فوساتي يعيد فيها النظر. وزي ما ذكرت ما نقدر نتكلم كثير على المدرب لانه المدرب جاء والاوضاع سيئه جدا. بيحاول انه يحط افكار، يلعب ب5 مدافعين، يلعب ب4 مدافعين، يلعب ب3 مدافعين، بيحاول يحط افكار كثير، يبغى يوزن وسط الملعب، مش قادر للان. ولكن فكره نيكولاي هذه انا ما عرفتها. انت عندك راس حربة قوي جدا زي الجانيني، يشكل لك جبهه قويه مع السومه، وعندك واحد زي نيكولاي. حط كل لاعب في مركزه ويلعب فيهم واعمل طريقه تناسب الفريق ويلعب فيهم. انت مش محتاج تعمل هذا الشيء. خلاص 4-2 قفل ملعبك، بعد كده حط راسين حربة واللي خلفهم حتى لو كانوا 2 تقدر تمشي بهذه الطريقه. ولكن الفكره هذه انا مش جايه معايا. حتى لو تلعب ب5 مدافعين وتلعب براسين حربة ممكن هذه الامور تمشي، ولكن فكره نيكولاي انه يروح على الطرف، هذه الامور كلها انا مش مقتنع فيها. الاهلي يحتاج اعاده ترتيب اوراق. الاهلي محتاج بصراحه مدافع قائد، يحتاج مدافع كبير، يحتاج مدافع من طينه بدره من اللعيبه هذول اللي قادرين يمشوا الفريق زي ما ذكرت، حتى لو كانت امكانياته 60 65%، ولكن يكون بطبيعته قائد. كل دفاع الاهلي لا يتكلم، لا يوجه، ما في لاعب تقدر تعتمد عليه كلاعب قائد في الخط الخلفي. كل هذه الامور ما يمتلكها الاهلي. ولكن على العموم اهم شيء انه الاهلي الان تاهل، لازم يعد نفسه ويجهز نفسه مع الهلال. بهذا الوضع الهلال راح يقتلك، وان شاء الله عندنا حلقه حنتكلم عنها ان شاء الله في مباراه الذهاب في البطوله العربيه بين الاهلي والهلال في دور الأربعة. 1000 مليون مبروك للهلال هذا التأهل المهم، 1000 مليون مبروك للأهلي هذا التأهل المهم. زي ما قلت الحلم خطوة ويقترب انك تحقق هذه البطولة في أول بطولة تكون لهذا الموسم. أنا وصلت نهاية حديثي هنا. كان معاكم أخوكم جوكر في قناة سعودي 360. ما أوصيكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، وما تقصروا كمان معانا في اللايكات. السلام عليكم.